إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أمر رب العزة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كذلك موجه للأمة، وقل رب زدني علما. وجاء أول أمر أوحى به رب العالمين بواسطة جبريل عليه السلام إلى رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان الأمر بالقراءة، وكذلك الأمر بطلب الازدياد من العلم، وكذلك في قسمه عز وجل، في قسم رب العالمين: نون والقلم وما يسطرون، كلها دلائل مع غيرها على أهمية العلم، وأن العلم به تكون النجاة، وبه تكون السعادة والسلامة في الدين وفي الدنيا. لكن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، لذلك هذا الأمر ينبغي أن يفهم. العلم النافع هو الذي يوصل إلى رب العالمين ويكون سببا في دخول صاحبه الجنة، سواء كان فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بالدنيا. ولذلك تكلم العلماء في عدد من المصنفات عن أنواع العلم وعن أقسام العلم، وهذا أمر يطول الكلام فيه. لكن نضرب مثالا بعلم واحد من العلوم المحرمة الضارة التي اتفق العلماء على تحريمها: علم السحر والشعوذة. هذا علم له أصول لكنه حرام، لا يجوز تعاطاه الكفار كي يفسدوا به في الأرض. نعم. طيب، أما العلم النافع فيما يتعلق بأمر الدين هو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ذو العرفان. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي فقيه وفي رواية سفيه ورأي فلان، كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا خلف فيه. هذا هو العلم النافع فيما يتعلق بالدين. ليس العلم أن تأتي بأقوال لا خطام لها من فلان أو علان دون الأزمة. ما هي الأزمة؟ الأدلة. العلم دليل
ليس هوى، كل له هواه. ولكن الفيصل بين هذه الأهواء قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. هذا هو العلم النافع الموصل إلى الجنة. والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو المقصود بالعلم هنا. وكذلك هذا الذي أمر رب العالمين رسوله أن يطلب الزيادة منه صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما. لذلك أعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأمور الدين، أمور التشريع. أما في أمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما لا يتعارض مع أحكام الشرع، وهذا ليس على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك عن بعض أمور الدنيا فيما أوحي إليه في أمور هي ترتبط ببعض علوم الدنيا. فما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وإن جاءت النظريات العلمية على خلافه، لأن النظرية تقال اليوم ثم تنقض اليوم الذي بعده، أما كلام رسول الله لا ينقض صلى الله عليه وسلم. فالذين يريدون تحكيم النظريات العلمية التي قابلة للتخطئة والصواب وللاجتهاد على كلام رسول الله أخطأوا. نعم، عليك أن تثبت صحة الحديث أولا بقواعد علوم الحديث، ليس بكلام إبراهيم عيسى وإسلام هؤلاء الذين لا علاقة لهم بعلم الحديث ولا علاقة لهم بعلوم الشرع أصلا، هؤلاء الجهلة، إنما بقواعد علم الحديث التي أصلها علماء الإسلام منذ عدة قرون، ليس الآن. علم الحديث الذي شهد العدو قبل الصديق أنه من أعظم العلوم التي وضعها المسلمون في ضبط الأخبار. نحن عندنا ما يسمى بضبط النقلة، أن تضبط أسماءهم بالتشكيل، يعني حتى بالفتحة والكسر، ضبط الأسماء، مصنفات آلاف الأوراق في ضبط أسماء الرواة فقط حتى نميز بين فلان وعلان، دقة ما بعدها دقة. ثم أن يعرف حاله، من أين طلب العلم، من أين أخذ العلم، ما هي عقيدته، ما هي طريقته، أخلاقه. كل هذا أفنى العلماء أعمارهم في ضبطه حتى وصل إلينا في مصنفات محفوظة بحفظ الله إلى أن تقوم الساعة. بهذا حفظ الله دينه بأسباب، بعلم، ليس بجهل. الله سخر العلماء كي يحفظوا هذا الدين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلم الحديث هو من أعظم العلوم التي حفظ الله به دينه من تحريف المحرفين ومن تأويل الجاهلين ومن كيد الكائدين، ويظل هكذا إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال البخاري: أمير المؤمنين وإن رغبت أنوف الحاقدين، هو أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، قال هم أهل العلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال هم أهل العلم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما أخرج هذا الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث بسند صحيح، قال:
لما سئل هل هم أصحاب الحديث قال إن لم يكونوا هم فلا أدري من هم، بلا شك. وعلى هذا تواترت كلمة أئمة السلف الصالح في بيان فضل العلم والعلماء، وعلى رأسهم علماء الحديث. فيأتي جاهل الآن في القرن ال15 أو الذي قبله يريد أن يحكم على هؤلاء الجهابذة، ويا ليته يحكم عليهم بعلم، يحكم عليهم بما هو يعني أدنى من الجهل. يعني كان هناك شيء يقال عنه أنه يعني أسوأ من الجهل لقلنا أنهم يتصفون به. يعني حتى الجهل يعني لا، يعني كما قال إيه، يعني هم أدنى منه، أقل من الجهل، أقل من الجهل حتى، يعني ما حصلوا شيئا أصلا. يأتون يحكمون على أمثال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 56 بعد 200، الذي أفنى عمره في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد وشروط، كما قلنا شاهد الكفار أي المنصفون قبل يعني من ينتسب إلى الإسلام بأنها قواعد وأصول لم تأتي بأمة من الأمم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا وعد الله. حفظ الله كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذكر هنا وكتاب وسنة، ليس الحفظ خاصا بالقرآن فقط، لأنه لا قرآن إلا بسنة يا عباد الله، كما كان يقول أئمة السلف، ومنهم حسان بن عطية فيما أخرجه محمد بن نصر المروزي المتوفى في العام 95 بعد 200 في كتاب السنة بسند صحيح، قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعني لا يفترقان، لا يفترقان. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف تقيم الصلاة؟ تقيموها بالسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. وتواتر نقل صفة الصلاة في أحاديث من أصح الأحاديث وعمل المسلمين. كيف تعرف يا عبد الله أن تصلي إلا بالسنة؟ وآتوا الزكاة، كيف تعرف أنصاب الزكاة ومقادير هذه الأنصاب وضوابط إخراج الزكاة إلا بالسنة؟ العلم قال الله قال رسول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك خذوا عني مناسككم وأتموا الحج والعمرة لله. كيف تتم الحج والعمرة إلا بالسنة؟ أصول الأخلاق التي شهدت بها الأمم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. كيف تعرف بصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق إلا بالسنة؟ في أحاديث من أصح الأحاديث، أمور اتفق عليها العقلاء وشهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، ثم يأتي السفهاء الذي قنوات الفضائية يريدون أن يضعوا بذرة الشقاق وبذرة الشك التي هي من الشيطان من إبليس، اتخذهم إبليس أعوانا له كي يشكك المؤمن الذي آمن بالله وآمن برسول الله في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب أن هؤلاء يبذلون هذه الجهود الجبارة التي يأخذون عليها ما يأخذونه من الأموال ولا يعنينا هذا، ولا تجد كلمة واحدة في أكاذيب اليهود وأكاذيب الشيعة الروافض. سبحان الله، كأن صارت كتب اليهود موثقة وكتب الشيعة موثقة وكتب المسلمين هي التي اللي فيها الشك. هؤلاء أعداء أم أصدقاء؟ أعداء بلا شك، وينفق عليهم الأعداء من أجل أن يجعلوا المسلمين في شقاق وفي حيص بيص وفي شك من عقيدتهم، حتى إذا دهم اليهود بلادهم
يجدون أناسا بلا عقيدة وبلا انتماء، لا انتماء لأهل دين ولا الوطن، ضعفاء في دينهم وضعفاء في انتمائهم لوطنهم، لم يتعلموا العلم الصحيح. جروا خلف القنوات الفضائية التي أفسدت عليهم أمر دينهم وأمر دنياهم، كما كان هذا الربيع العبري، لا أقول العربي، هو من صنع هذه القنوات. قنوات عزمي بشارة الصهيوني، قناة الجزيرة وما تبعها، هي التي صنعت هذا الخراب الذي نحن نعيشه الآن في كل البلاد. خراب، غربان الخراب. خربوا ليبيا أو خربوا سوريا وخربوا لبنان وخربوا غزة، وأرادوا تخريب ليبيا فاكتفوا بقسمتها، وخربوا السودان وقسموها إلى دويلتين وأرادوا الثلاثة، لكن الله أحبط مكرهم. كله تخريب بسبب هذه القنوات. وأرادوا مصر ولكن الله أحبط مكرهم، وما زالوا يحاولون، ولن يهدأ لهم بل إلا أن يسقطوا هذا الجيش الذي آخر عقبة أمامهم لتحقيق المخطط. هذا الجيش هو آخر عقبة أمام الماسونية واليهود والصليبية العالمية لتحقيق مخططهم في تمزيق وتدمير بلاد الإسلام. فالعلم يا عباد الله لن يكون إلا بما كان عليه الأوائل الذين فتح الله بهم الدنيا. الله عز وجل مكن للمسلمين في سنوات قلائل من ملك فارس والروم بما كان عليه من عقيدة وعلم وإعداد عدة صحيحة للجهاد، ليست دعايات كاذبة فقط مثل دعايات أبي عبيدة هذا، ثم يدخلون الجحور والأنفاق ويتركون الأعداء يهدون البلاد على رؤوس النساء والأطفال، يقولون انتصرنا. العلم يا عباد الله ليس بالدعاوى وليس بالأكاذيب. الجهاد ليس كذلك بالشعارات الكذابة. الجهاد يحتاج إلى علم وإلى عدد عدة صحيحة يرهبها العدو، يفكر 1000 مرة قبل أن يهجم أو يدهم بلاد الإسلام، كما هو الحال. اليهود الآن لو لم يجدوا عندكم في هذا الجيش، جيش مصر، قوة، ما انتظروا لحظة واحدة لكانوا في داخل القاهرة الآن، لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون، لأن القوة ترهبهم، لا يستطيعون. فاعلموا عباد الله، اعلموا من العدو ومن الصديق ومن العالم ومن الجاهل، حتى لا تخربوا بلادكم بأيديكم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين والذي بوب عليه البخاري بقوله: باب من علم وعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أو قال: فمنها نقية قبلت الماء، كمثل الغيث الكثير، فمنها نقية قبلت الماء فأنبتت العشب أو أنبتت الكلأ والعشب الكثير، ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا. وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما نفعه الله بما بعثني به من الهدى ومن فقه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. هذا هو حال الناس. طائفة انتفعت بالعلم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق الذي أرسله رب العالمين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وطائفة لم ترفع بذلك رأسا من الكفرة والمشركين والمنافقين، وهؤلاء لا يضرون الله شيء، هم حصبوا جهنم هم لها واردون،
يعني لن تدوم دولة لكافر ولا لمنافق، مصيرهم إلى الزوال ثم إلى الحساب والعذاب والعقاب. لو دامت لدامت لفرعون، لدامت لكسرى، لن تدوم لأحد. لدامت لإليزابيث التي كانت تعيث في دماء المسلمين في حياتها إلى أن ماتت ودفنت في قصرها أو في قصور. ماذا تنفعها القصور؟ لا تنفعها بشيء. تحاسب على هذه الدماء التي تسببت فيها مع إيه؟ لأن بريطانيا، حتى بريطانيا هي الشيطان والإنسية الأكبر، وأمريكا هي وليدة بريطانيا، لكن الذي يحرك الفتن في كل العالم هم الماسونية في داخل بريطانيا واليهود من داخل بريطانيا. هي الأم التي ترعى كل الحروب التي تسفك فيها الدماء من دماء المسلمين خاصة. فهؤلاء لم يرفعوا رأسا لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للإسلام إلا ما كان من أمور السياسة فقط. فأين هم؟ أين ملوكهم؟ وكذلك كل من جاء من رؤوس اليهود ممن عاثوا في دماء المسلمين، وكذلك هذا نتنياهو مصيره إن بقي على ذلك كمصير هؤلاء. لكن الإشكال ليس في هذا، الإشكال يا عباد الله أن تعرفوا أسباب النصر الحقيقية على هؤلاء حتى لا يسلطوا علينا. تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة يومئذ قال لا صلى الله عليه وسلم إنما أنتم غثاء يا غثاء السيل. هذا هو الإشكال الذي يجرئ العدو علينا. لكن العدو إذا وجد قوة وعقيدة وتماسكا واتفاقا وأخلاقا وآدابا يرهب، يلقى في قلوبه الرعب. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فاعرفوا يا عباد الله عدوكم وعرفوا أسباب النصر عليه حتى لا يمكن من رقابكم ولا من بلادكم ولا من حريمكم ولا من أعراضكم، ولكم العبرة في من حولكم. نسأل الله عز وجل أن يزيل عن هذه الأمة شر أعدائها، وأن يجعلها في عز وتمكين ورفعة، وأن يرزقها القادة الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وأصلح بهم البلاد والعباد، وأصلح بهم الأسر والبيوت، واجعلهم عونا على الإصلاح، واجعل لهم من يعينهم على هذا، وارزقهم الأخذ بأسباب القوة والنصر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.